السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا صبايا؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. رجعت لكم من جديد وفيديو جديد إن شاء الله. طمنوني عن حالكم يا صبايا، إن شاء الله الكل بخير. وهون الساعة كانت تقريبا شي 6 الصبح. فيقت البنات بدهم يروحوا على المدرسة. أنا فيقهم تقريبا 7 وهن بيطلعوا على الساعة 8. فبين ما يقوموا يتوضوا ويصلوا الصبح، اللهم صل على سيدنا محمد، وبيلبسوا هيك يعني وبيزبطوا امورهم، وكون انا عم جهز لهم اللانش بوكس. فكنت عامله كفتة قبل بيوم وخليتها بالبراد، قام هيك عطيت شوية طراوة انه خلص لفلهم اياهم هيك عرايس، وبحط لهم بقلبها خس، وبعصر لهم عليها كمان ليمون ودبس الرمان، وكتير كتير طيبة بتطلع. فلفيت لهم كل وحدة هيك لفات، وقطعتهم كمان مثل ما شفتوا، وبحط لهم اياهم هيك بالمطبقانية. بحط لهم جنبها مثلا خيار او لبن عيران، كمان لبن عيران اخذوا معاهم. وهيك والله. يعني هون حصرا هون بتركيا عم بحتار والله شو بدي احط لهم. يعني الانسة بتعطي قائمة اكل لازم يمشوا عليها، نهار مثلا كفتة، نهار معجنات هيك يعني. بس انه ابدا ابدا ما بدل شي نشتريه من برا. يعني هي الكفتة في منا نشتريها من برا، فلا انه اعملوها بالبيت، لا تشتروها من برا. ممكن انه هيك مشان صحة الاولاد يعني. اي والله يا صبايا، فالحمد لله رب العالمين. فيأتي البنات مثل ما شفتوا هيك، وجهزت لهم اكلاتهم، وانا والله اشتهيت على وحدة. فكمان انه هيك لفيت لي لفة. هلا هذا الخبز بجيبه من عند الفرن هن حصرا، يعني هذا الفرن يعمل بس خبز كفتة، عرفتوا؟ فهيك والله بس. اي والله يا صبايا. بحب اتشكركم كتير كتير على فيديو الماضي، عن جد يعني المشاهدات واو. فيسلموا ايديكم وهيك، عن جد عن جد يعني انه فخورة فيكم. وان شاء الله يا رب هيك بكبر فيكم بمحبتكم، وبكسب محبتكم كلياتكم يا رب. ان شاء الله يا رب هيك الله يعطيكم مراد قلبكم. فوالله يا صبايا هيك بدي احكي لكم شغلة يعني عن الوقت. عن جد الوقت عم بيسرق، يعني عم يسرقنا. يعني كأنه اليوم تحسي انه هلأ فقتي الصبح فورا صار المساء، فورا فورا صار المساء. يعني ما بتلحقي تشتغلي لك شغلة والتانية بيكون خلص، خاصة انه نحن عنا مدارس. اي والله يا صبايا. فالبنات بيروحوا الساعة 8 الصبح، بيرجعوا 3 العصر. الصبي صف أول بيروح الساعة 1 الظهر، بيرجع الساعة 5:30 6 إلا ربع تقريبا. فبين ما تودي الصبي بتجيبي البنات، بترجع تطبخي لك هيك طبخة بسيط. حتى ما بتصير إني أطبخ، يعني ما لي مكان إني أطبخ. يعني بجهز طبختي مثلا التجهيز، بعد المساء بجيب الصبي من المدرسة وبلش كمان بالطبخ. اي والله يا صبايا. فهيك يعني الحمد لله، شو بدنا نعمل. وهون اجيتكم بالمكدوس. صبايا ما بتتخيلوا هذا المكدوس قديش صار له عندي عن جد، وبلا مبالغة صار له 3 سنين بالفريزر. تخيلوا يعني، مو السنة الماضية، السنة اللي قبلها. أنا هديك السنة ما عملت، وهي السنة كمان ما عملت. فهدولي من أول عم نول هيك يقولوا يمكن. اي والله. فكانوا عندي بالفريزر وقمت طالعتهم. خليتهم يفكوا منيح ونشفتهم هيك منيح، وجبت دبس الفليفلة والجوز كمان، وقلت بدي أعمل بس هالمطربانين. فطلعوا مطربانين ومطبقاني هلا بتشوفهم خلال الفيديو. اي والله يا صبايا. فبس حطيت هيك، نقيت الجوز كلياته تنقاية، وحطيت دبس الفليفلة، وحطيت عليهم زيت زيتون وبس. لا ملح لا توم لا شي، نحن ما بنحبه بالثوم يعني، خص جوزي يعني. الثوم ممكن شوي يتقبلوا بالأكل، أما بالمكدوس مستحيل. اي والله يا صبايا. فخليني احكي لكم خلال الفيديو انا اول مرة عملت مكدوس كيف عملت المكدوس. مثل هاي الطريقة نظامي، يعني سلقنا الباذنجان وعبينا ملح وهيك نشفته كمان كتير منيح، وكانت الامور لحد هون تمام. وخلطنا الحشوة، ويعني
حطيت جاب لي جوزي مثلا كيلو جوز، حطيت جنبي، وأنا ما عرفت وما خطر لي إنه أنا لازم نقي الجوز. ففي قطع خشب أحيانا، مثلا في غبرة، في إنه قطعة وسخ مثلا، أو إنه أي شيء يعني، بس إنه لازم يتنقى الجوز. فما الله هداني إنه أنا مسكة يعني ونقيهم كلهم. مسكت الكيس هيك وخلطته كلياته، فضيته فوق الحشوة. صبايا الله لا يرويكم على المكدوس اللي طلع. يعني صارت وين في نسرة خشب تطلع لجوزي، وين في بحصة بتطلع لجوزي، وين في قطعة هيك ما منيحة بالجوز، أو إنه هيك طرفها يعني لازم إنه خربان أو شيء، كلياته صار يطلع لجوزي بالمكدوس. ويوميتها الله لا يرويكم يعني طلع مكدوس للكب، لصراحة للكب. فسبحان الله الواحد بيتعلم من حاله، يعني من تجاربه بالحياة بيتعلم. فهيك والله الحمد لله. فهالمرة صرت نقي يعني بالوحدة وبالحبة، يعني امسك الحبة اتفحصها منيح، فيها شي ما فيها شي، إذا كبيرة بطقها نصين، إذا صغيرة بحطها على حالها. فهيك والله بس. ونحن من النوع اللي بنحب المكدوس بيكون يعني أول بأول بالزيت. في ناس بتحطه لا كتير، يعني تقريبا 2-3 بالزيت لتاكل منه. نحن لا بنحبه، مثلا أنا حطيت عليه الزيت المساء، الصبح بنفطر منه خلاص. فالناس أذواق سبحان الله هيك يعني بس. فوالله الحمد لله الله بارك فيهم، وطلعوا مطربانين وهيك طبقانية صغيرة. فهيك الحمد لله رب العالمين. هاي السنة أنا ما فعلت والله إنه أعمل مكدوس عندي يعني. اي والله يا صبايا، وانتوا طمنوني كمان، عملتوا المكدوس ولا ما عملتوا؟ او هيك يا صبايا، كمان جوزي جاب لنا راحة كتير طيبة، انا كتير بحب هيك بسكوت وراحة ايام الصغر يعني. اي والله وبس هيك. الحمد لله رب العالمين. وهي الفيديو لليوم يكون خلاص، ان شاء الله استمتعتوا فيه، وانطروني ان شاء الله بفيديوهات جديدة. باي باي صبايا، بأمان الله.